لابد ان احنا نؤكد ان حكومة اتعاس المصريين، حكومة صندوق النقد، لم تكتفي بانها تمد ايديها في جيوب المصريين، انما مدت ايديها كمان في احشاء المصريين بحثا عن الخبز. وانا هتكلم في الارقام، مش هم بيحبوا لغة الارقام؟ نقول كشف حساب ومجموع وتنسيق هذه الحكومة خلال 4 سنوات وصولا للموازنة الحالية. الديون المحلية في يونيو 19 سيادة الرئيس كانت 3794 مليار. بعد 4 سنين اسمعوا الأرقام بقت 7119 مليار، بزيادة 3324 مليار. دي حكومة مصطفى مدبولي. الدكتور مصطفى مدبولي ده اسم علم يا سيادة النائب، يا اسم سيادة علم. النائب. أنا ضياء داوود، هو مصطفى مدبولي اسم علم رئيس الحكومة. ولذلك أنا بقول لك سيادة النائب، ما بقولش الدكتور مصطفى مع مدبولي. الاحترام لكل المسؤولين. الدكتور مصطفى مدبولي. كمل. هو دكتور فيما يفرضه علينا الدقيقتين بتوع الراحة يا ريس. الديون الأجنبية خلال ال4 سنوات ذاتها كانت 945.6 مليار، بعد 4 سنين بقت 2545 مليار، بزيادة 1600 مليار. أرقام موجعة، أنا عارف هذا. يعني الدين كله من 4435 مليار ل 8609 مليار. ينسبوا بقى براحتهم ويحطوا مبررات من كوفيد لحروب لوضع اقليمي زي ما هم عايزين. ده الوضع اللي بناء عليه. سيادة الرئيس، عندنا في 24 42 مليار دولار اقساط وفوائد الديون. معدل الفقر ازداد في اخر 4 سنوات على ايدي هذه الحكومة من 29.7 ل 35.7.